هو حقل الصفر؟ هل حقل الصفر ده شيء خيالي ولا هو موجود فعلا؟ حقل الصفر هو حقل طاقة عملاق موجود في كل مكان حوالين مننا، هو اللي مخلوق منه كل شيء عينيك شايفاه. حقل الصفر عامل زي شاشة سينما كبيرة، الصور اللي بتظهر على الشاشة دي من النجاح، الفشل، الفلوس، المشاكل، هي حياتك. حقل الصفر بقى هو الشاشة البيضاء نفسها وهي فاضية، هو حالة السكون اللي بتسبق أي حركة. والعلم اكتشف إن الفراغ اللي بيكون بين الذرات ده مش فاضي، ده مليان طاقة واحتمالات لا نهائية. بس الاحتمالات دي بتكون في حالة صفر، يعني بتكون ساكنة ومستنية أمر عشان تتجلى. طب إيه الفايدة لما أنا أوصل لحقل الصفر؟ انت كشخص طول اليوم عايش في دوشة افكار ودوشة مشاعر، خوف من بكرة بقى، ندم على حاجة حصلت امبارح، قلق من حاجات حوالين منك. الدوشة دي بتعمل لك شوشرة على ارسالك، فتجذب للواقع بتاعك لخبطة. لكن لما انت بقى بتدخل في حقل الصفر، انت هنا بتعمل ريست او اعادة ضبط لموجاتك. فبيحصل ايه بقى في الواقع بتاعك؟ بتلاقي ان انت بقى عندك تجلي اضعاف. ليه؟ لان انت في حقل الصفر بتحط النية وبتكون في انقى صورة ليها، فالنية بتتنفذ بسرعة كبيرة، لان هنا ببساطة خلاص ما بقاش فيه مقاومة. تاني حاجة، حلول عبقرية تظهر لك، لان عقلك المنطقي بيبقى هو نفسه ساكت، فبتسمح للالهام ان هو يدخل، فتجيلك افكار جديدة بقى، حل المشاكل كان بقالك فترة كبيرة مش لاقي لها حل. تالت حاجة، تشافي لجسمك. جسمك في الحالة دي بيرجع لضبط المصنع الأصلي، فأنت هنا بتتخلص من التوتر ومن الضغط العصبي اللي كان بياكل في صحتك. طب ازاي أقدر إن أنا أوصل لحقل الصفر؟ الموضوع بسيط ومش محتاج أي تعقيد، محتاج بس إن أنت تعرف تفصل. يعني وأنت قاعد دلوقتي حاول تراقب السكوت اللي بين الكلمات بتاعتك، السكوت اللي بين الشهيق والزفير بتاعك. ركز قوي على النقطة اللي مفيش فيها فعل، النقطة دي هي دي البوابة بتاعت حقل الصفر. في تمرين لازم تتعلمه، تمرين اللاشيء، ان انت تغمض عينك وتتخيل ان انت مش انت مش اسمك ولا وظيفتك ولا مشاكلك ولا حتى جسمك، انت مجرد نقطة وعي في فراغ واسع ملهوش نهاية. لما انت بتفقد هويتك الارضية دي، انت كده بتدخل فورا في حقل الصفر. تالت حاجة، لحظة الآن، لازم دايما تستغرق في لحظة الآن، في اللحظة دي بس. حقل الصفر ما بيعرفش الزمن، هو موجود في الآن الدائمة فقط. واكبر غلطة ممكن تقع فيها ان انت تفتكر ان الضغط والجري هما اللي بيجيبوا لك النتيجة. الحقيقة ان السكون هو اللي بيخلق الحركة القوية. يعني لو تدبرنا في الاشياء حوالين مننا، كمثال السهم عشان ينطلق بقوة ويسيب الهدف لازم يرجع لورا ويسكن لحظة في القوس بتاعه، اهو اللحظة دي بقى هي حقل الصفر. لما انت تتعود ان انت تدخل المكان ده 5 دقايق كل يوم، انت بتشحن بطاريتك الطاقية من المصدر الاصلي بتاعك، فهتلاقي ان الناس والفرص هما اللي بينجذبوا ناحيتك. ونصيحتي ليك، بطل تدور على الحلول بره، ادخل استلمها من جواك. من حقل الصفر هو المخزن اللي فيه كل احتمالات نجاحك، وبتكون بس مستنية ان انت تتصل بيها. لو انت عايز تبدأ تجربة الدخول لحقل الصفر، حط نيتك في كومنت واكتب لي نويت، وابدأ راقب السكوت حوالين منك. ومتاح دايما التواصل عبر الواتساب لجلسات بنعلمك فيها ازاي تفعل بوابة الصفر في حياتك. تقدر تتواصل معايا عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.